السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة النهاردة عن بعض المشاكل الزوجية. بيكونوا بيحبوا بعض برضه وعايشين كويس وكل حاجة، لكن في حاجات ما بتستحملهاش الست. بتقول لزوجها ايه بقى؟ بتقول له: زوجي المبجل، انا اسفة جدا، مش قادرة اكمل معاك. يمكن بحبك، ايوه بحبك، ايوه بموت في هواك، وانت كمان بتحبني، وجبت اخرك ومنتهاك. مش عايزة منك ولا جزمة فوشيا، ولا عايزة منك فستان وطرحة، ولا عايزة منك نسهر في نادي، ولا قصر يعني، ولا شقة برحة. أنا عايزة منك بنتك وابنك ما ياكلوش اللقمة حاف. أنا عايزة منك ولو ملاية، مش شرط يعني يكون لحاف. أنا عايزة آكل بس وألبس، أنا عايزة آكل بس وألبس، وأنام كده من غير ما أخاف. أنا عايزة منك لمسة دافية، أنا عايزة منك لمسة دافية أحس منها بالأمان. أنا عايزة منك لو كلمة ناعمة وضحكة حلوة تملى المكان. عايزاك كده ترجع تقولي أنا بحبك زي زمان. هو مفيش في الدنيا بيت خالي من المشاكل. الدنيا كلها عندها مشاكل، بس الشطارة في اللي بيقدر يحل مشاكله. هتقول لي طبعًا إن في حاجات مشاكل ما بتنحلّش، ماشي، وفي مشاكل ما بتنحلّش، برضه ربنا عمل لها حل. وطبعًا ربنا ما يجيب حاجة وحشة يعني، بس الناس لازم تتحمّل وتصبر وتداوي جروحها وتداوي مشاكلها. وأهم حاجة زي ما باقول كده في القصيدة: الإحساس بالأمان، والكلمة الدافية، الروح الحلوة، الصبر وطولة البال. دي حاجة بتنوّل المراد يعني. آآ اللي وصل معايا لنهاية الفيديو يعمل إعجاب واشترك في القناة، ولكم مني كل الشكر والتقدير والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.